مين كان يصدق ان اليوم اللي بدأ بكوباية النسكافيه الحلوة دي انتهى بالاحداث الكتيرة قوي والحاجات اللي حصلت معايا النهاردة. صباح الفل، انا هدير جايلكم النهاردة في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيبقى روتين، يا رب كده يومي يعجبكم. بس اللي ما كانش على البال ولا الخاطر اللي حصل معايا، وانا بجد بجد محتاجة تفسير للي حصل معايا ده، لاني هتجنن يا بنات. لو انتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي بتمنى طبعا ان انتي تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجة جديدة انا بعملها. وبتمنى كلكم كده تحطولي لايكات كتير قوي يا بنات، انا محتاجة تشجيعكم ومحتاجة دعمكم معايا. النهارده قلت بقى صحيت وقلت بقى اعمل لي كوبايه نسكافيه كده، علشان كان حصلالي كارثه كبيره جدا هوريها لكم طبعا في الفيديو. وبجد يا بنات انا مش مصدقه اللي حصل. اللي متابعني طبعا على الفيس وعلى الانستجرام هيعرف من يوميها اللي حصل معايا وخلى كل الناس يعني تستغرب. انا كميه ناس يا جماعه استغربت من اللي حصل معايا، وكميه ناس بقت عمالين يقولوا لي اسباب هم نفسهم مش فاهمين ايه اللي حصل معايا بجد. المهم اول بقى ما قمت قلت كده، شربت كوبايه النسكافيه وحضرت الفطار وفطرنا وظبطنا نفسنا كده. قلت بقى اقوم كده اخلص اللي ورايا. حبيت ان انا ابتدي النهارده بالاوضه بتاعتي عشان اللي حصل في الاوضه بتاعتي. كنت مشغله المروحه، فتقريبا المروحه هتبهدل لي السرير تاني، لان هي عماله تطير بقى الملاية من مكانها، وحاجة جميلة الصراحة. التكييفات بتاعتي محتاجة صيانة، كل ده والله ما عملتها. تتخيلوا قاعدين الصيف كله من غير تكييف، حتى ساعات كده نشغلوا التكييف اللي بره لما الدنيا بتبقى حر خالص، بس للأسف ما بيعملش السقوعية اللي هي برضه. اديني كده ايه خلصت كده السرير، وحبيت ان انا اوريكم كده. وبعدين بصوا بقى الكارثة اللي حصلت. انا امبارح بالليل والله يا بنات نايمة في امان الله، كنت عامله ببرونه لابني تمام. وبعد كده الببرونه دي ابني ما شربهاش، مرضاش يشربها ابدا. طبعا ما كانتش سخنه تمام. وبعدين سبتها على السراحه بقى، كان عمال يصرخ وبتاع، فسبتها هنا على السراحه وقلت بقى رضعه كده وانيمه. ونايمه على السرير بنيمه، لقيت حاجه عملت بوم جامد جدا. طب ايه اللي عمل كده؟ انا مش فاهمه ايه اللي حصل. بنبص ولعت النور، وولادي في الاوضه التانية جم طبعا مخضوضين على الصوت، صوت عالي جدا، صوتها عالي جدا. فجينا بقى مخضوضين طبعا، قعدنا ندوروا في ايه في ايه في ايه. بنبص لقينا ببرون سليمان. بصوا بقت ايه ده؟ ازاز مليان في الدنيا كلها، ازاز في الارض وازاز على السراحة. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده اللبن اتدلق واتدلق في الارض وعلى البتاع، على الادراج وكده. طب ايه اللي حصل بجد يا بنات؟ انا مش فاهمه. طبعا في ناس كتير على الانستجرام وعلى الفيس وكده بقوا عمالين يقولوا لي اسباب، بس كلها طبعا اسباب مش هي. يعني كل ده مش سبب واضح. انا مش فاهمه لها سبب واضح. اولا الببرونه ما كانتش سخنه ان هي تفرقع مثلا او كده. ثانيا لان انا كنت اصلا محضيها لابني. ثانيا انا ما كنتش قافله عليها جامد، لان هي اصلا الغطا مش بيقفل جامد. لان انا كل فتره قليله، يعني ممكن كل اسبوعين مثلا لازم اغير الجلده بتاعت الببرونه دي، فدي مش بتاعتها الاصليه، فما بتتقفلش كويس. فكده كده ما كانتش مقفوله كويس، ان هي مثلا ضغط هوا جواها او فيها اي حاجه. ما فيش يا بنات، ما فيش. ايه السبب؟ نفسي اعرف ايه السبب العلمي اللي خلاها تعمل كده. بس في واحده كتبت لي كومنت، وده حقيقه فعلا فعلا فعلا. يعني دي حقيقة، في حاجات كتير في الكون ما ينفعش نسأل عنها، ما ينفعش نسأل ليه وازاي وعشان ايه. هي طالما حصلت كده ما ينفعش ان احنا نسأل. خلاص اللي حصل حصل. بس انا بجد يمكن ليها سبب علمي، يعني يمكن في سبب علمي يخليها ان هي تعمل كده. كان صوتها عالي جدا جدا، اللي هو صوت فرقعة. يعني انتوا متخيلين بجد يا بنات؟ صوت فرقعة والله. طب ايه صوت الفرقعة اللي حصل ده؟ يعني هو الحمد لله. هو انا اول ما حصل استغربت، قلت ايه ده؟ وبعد كده قلت الحمد لله يا رب، الحمد لله. هي اكيد فادت ابني، هي اكيد فادت ابني، وان ابني اصلا ما يرضاش يشرب منها دي، فاكيد في سبب يعني. والحمد لله، الحمد لله على كل شيء طبعا.
المهم مسحت بقى مكانها، طبعا ما كانش هينفع ان انا امسح مكانها كده وخلاص. مسحت مكانها بقى الاول بالليفه والبريل، وبعد كده رحت عاملاها طبعا بالجلانس والفوطه وكده. وبعد كده قلت امسح بقى المرايه بالمره، لقيت المرايه مش عارفه في ايه مالها كده مجيره. انا بجد يا جماعه منظفات الازاز بصوا هتجنني بصراحه. وهو لحد دلوقتي بيقولوا انضف حاجه اللي هو الجلاسي ده. مش لاقيه حاجه تانية غيره. فهو ده اللي انا بجيبه، يعني لو حد يعرف بقى حاجه احسن من كده يقولي. المهم دخلت بقى قلت بقى اكنس الاوضه كده بالمره علشان خاطر اطلع منها تكون مكنوسه ويكون كل حاجه فيها مترتبه كده وخلاص. يعني بحب اخلص اوضتي وبعدين اطلع كده بقى تبقى الاوضه نظيفه كده بقى ورايقه. عايزه اقول لكم انا بسجل الفيديو بعد الفيديو ده، بعد ما صورت ده بكام يوم كده. المهم النهارده انا بسجل الفيديو يوم الجمعه، معرفش الفيديو هيوصل لكم امتى. المهم دخلت اعمل الاكل كده. كنت عامله بقى ايه، كنت اصلا مولعه الاكل ويعتبر عامله نصه، بس قلت اوريكم بقى انا بعمل ايه. بصوا يا بنات، انا كنت عامله هنا رز معمر. لما ما حطيتهوش في البرام عشان خاطر البرام اللي عندي مش بياخد الكميه دي من الرز، تمام. انا عامله 3 مجات رز، فهو البرام مش بياخد كتير. وانا كنت عامله اكل يعني ان هو اكل يكفيني على يومين، فعشان كده زودت في الاكل. هو اتشرب خلاص. انا كنت حاطه له طبعا قشطه وزبده وكل حاجه، بس قلبتها في قلب الرز. يعني انا قلبتها كلها في قلب الرز، وبعد كده بعد ما اتشرب بقى اديته تقليبه وفردته كده. وهبتدي ان انا احط بقى قشطه من فوق الوش. بحب جدا جدا يعني الرز المعمر يعني قشطه قشطه قشطه، اديها قشطه بقى كتير. فبحبه جدا كده. وهقفله بقى كمان، هقفل عليه شويه كده بالفويل شويه كمان لحد ما ياخد سوا خالص. وبعد كده في الاخر خالص اقوم فاتحه بقى الشوايه كده من فوق علشان خاطر القشطه دي كده تحمر وتدي بقى وش حلو قوي. فعايزه اقول لكم يا بنات بجد دي احسن طريقه انا بحب اعملها. وبحب دايما لما اجي اعمل الرز المعمر بحب اعملها بلبن سخن. يعني احب احط فيه لبن سخن، احط مثلا الزبده او السمنه اللي هحطها والملح والفلفل الاسمر ومعلقه قشطه. وبعد كده اقوم حاطه عليه واقلبها الاول فيهم في الزبده او السمنه والحاجات دي. وبعد كده اقوم حاطه لبن سخن بقى، اللبن بقى هيسيح الزبده والسمنه والقشطه والكلام ده كله، فهيسيحوا بقى في قلب الرز. فمش قادره اوصف لكم يا بنات، تحفه تحفه. هتشوفوا اصلا شكله لوحده لما في الاخر خالص هتقولوا لي ايه القشطه دي كلها. انا بحب يا جماعه، انا باي حاجه بحب ان انا احط فيها قشطه كتير. مكرونه بالبشاميل، كوسه بالبشاميل، مسقعه بالبشاميل، اي حاجه اديها قشطه. والرز بلبن مش عارف. بصوا يا بنات بحب القشطه في اي حاجه. المهم هنا ابني مش عارفه كان بيعمل ايه في الفايل، قلت له هاته حبيبي، راح مديهولي كده. مش عارفه انا كنت بقول له ايه يعني مش فاكره بجد. بس تمام. بصوا اديها قشطه. قولوا لي كفايه يا جماعه. انا ببقى ساعات محتاجه حد جنبي يوقفني، يعني زي مثلا ايه، بحب قوي لما حد يبقى معايا اقول له وقفوني عن الصرف شويه، يعني فاهمين. فبحب اي حد كده يبقى معايا، بحب يوقفني عن حاجات كده. المهم خلصت زي ما انتوا شايفين كده. قلت بقى غطيه ويا دوبك اتشرب. انا ما غطيتوش ليه وهو بيتشرب يا بنات؟ عشان اللبن ما يفرش في الفرن والدنيا بقى تبقى متبهدله وكده. بس قفلته كده وهدخله بقى الفرن. وهوريكم كمان عامله ايه معاه بقى. طبعا الصينيه سخنه وشلت القشطه. وعامله ايه تاني بقى، جبت بقى فرخه. بصوا يا بنات بحب قوي الفراخ البلدي اللي هي الصغنطوطه اللي هي 1.5 كيلو دي بتبقى حلوه قوي في الحشو. وعملتها في الفريك وسلقتها وظبطتها وعملت لها شوربه حلوه كده. وبعد كده هطلعها دلوقتي. كنت عامله الاول فريك، فالفريك ده هحطه طبقه من تحت وبزوده شويه شوربه طبعا عشان ما ينشفش في الفرن. انا بحب اعمل الفريك بالبصل كده والبهارات وبتاع، فبصراحه بيبقى جامد قوي. على فكره بنات والله انا بعمل اكل حلو جدا. يعني انا ما بعملش فيديوهات اكل كتير في الروتينات وكده، بس انا النهارده قلت اشارككم معايا الغدوه بتاعتي. بس انا في العادي مش بصور. بس عايزه اقول لكم بجد يا جماعه اكلي حلو جدا، وده بشهاده كل حد اكل مني. يعني الحمد لله مفيش حد اكل من ايدي وما شكرش في اكلي.
المهم كده خلاص الفرخه بقى خلصت. بصوا بقى الحله دي عملت اسودت كده ليه عشان محدش يقول دي مش عارف ايه كده. بصوا يا بنات كنا قاعدين في بيت او مش قاعدين فيه، هو كان جوزي قاعد فيه كان قبل ما نيجي القاهره هنا. فلما كنت بجيله زياره او كده فانا كنت سايبه دي هناك. فهو كان عنده بوتاجاز كده بيهب جامد، بيهب كده بيطلع هبابه كده. فكان بيهب على طول على الحله دي، فالهبابه دي ما طلعتش ماشي اللي هو كده يعني. المهم دي يا جماعه الفرخه بقى مش عارفه هي رجليها طلعت كده ليه، بس عادي يا جماعه مش هنقول لا يعني. مش هتقول لا، هي ملهاش مزاج ان هي الرجل التانية تتكتف، فبراحتها. المهم بقى بحمرها ازاي بقى في الفرن. انا بحطها يا بنات بحط عليها زبده وبحط ملح وفلفل اسمر، وبعد كده بحطها شويه من تحت، وبعد كده بطلعها على الشوايه شويه على الجنب ده، وبعد كده اقلب الناحيه التانية واحط برضو زبده واحط فلفل اسمر وملح وبعد كده بديها برضو شوية على الجنب التاني. فهي شوية على الجنب ده وشوية على الجنب ده فوق تحت الشواية. فمش قادرة اوصفلكوا يا بنات بصراحة بتطلع حلوة جدا يعني. هنا قلت هنا المعلقة كان مطرحها قشطة، بس قلت مش مهم عادي يعني القشطة اصلا بتبقى حلوة مع الفراخ فعادي يعني. هنا طبعا بدعكها بالزبدة، هي الزبدة بتسيح معاها لان اصلا زي ما انتم شايفين الفرخة بتطلع دخان فسخنة جدا. فعشان كده بقى انا عارفه يا جماعه الفيديو ده هيضايق الناس اللي ماشيه على الطيبات، بس معلش هي الفرخه بصراحه كانت حلوه قوي يعني. احنا بنحب الفراخ. وبعدين دي فرخه بلدي كيلو ونص صغنونه كده فجميله. المهم برضو رشيت عليها كده ملح وهحط كمان فلفل اسمر. وماما كانت بقى بتعصر عليها نص ليمونه، كانت بتخليها حلوه، بس انا بصراحه ما عصرتش عليها. لما بتحط عليها نص ليمونه كده بتحمرها بتخليها بتدي لون حلو قوي، بس انا ما عملتش كده. وفي ناس كمان بتحط لها لبن. انا والله يا بنات قبل كده برضو عملتها باللبن كده بالفرشه، يعني سيحت زبده في لبن وبالفرشه كده وحطيتها، كانت برضو حلوه جدا. قلت برضو ادخلها الفرن كده واوريكم بقى ايه، اوريكم انا عملت غدا ايه النهارده. بصوا بقى يا بنات انا عملت شوربه لسان عشان ولادي عصفور كانوا تعبانين ومحتاجين شوربه وما بيحبوش شوربه الخضار، يعني مهما اعمل لهم شوربه خضار مش بيحبوها ابدا. عملت بقى شويه ملوخيه. بصوا ولا يا ولا، على فكره ملوخيتي بتجيب ريحتها بتجيب اخر الشارع. وحطيت بقى عيش كده وقلت برضو غرفت الرز زي ما انتم شايفين. بصوا بقى القشطه اديتها حمار مش قادره اوصف لكم، معرفتش طبعا اصور لكم وانا بغرف لان جوزي كان جه. انا قلت له رن عليا وانت طالع علشان خاطر احضر الاكل، قلت بقى اغرف معاكم كده، بس للاسف هو مرنش عليا لقيته جه على طول. فقلت بقى قبل ما ادخل الاكل جوه كده اوريكم شكل الاكل. هو في اطباق رز واطباق شوربه بتاعه الولاد تانية على الرخامات تانية، بس قلت اوريكم مش لازم تشوفوا الاطباق كلها، شوفوا بس ايه انا عملت ايه. المهم وادي الفراخ بصوا يا بنات لونها تحفه وشكلها تحفه. وده كان غدانا يا اخواتي النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان خاطر يوصلكم كل حاجه جديده انا بعملها. وما تنسوش تحطوا لي لايكات كتير قوي وقولوا لي رايكم في الاكل ايه وقولوا لي رايكم